يلا هنعمل العجينه مع بعض، والعجينه دي اسهل ما يكون. هديها كده رشه ملح وهجيب معلقه اقلبهم مع بعض. بصوا بقى، مش هنحط لا لبن بودره ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه. العجينه دي بنعجنها عجين وخميره فوريه، خميره بيره يعني، وميه وملح بس، ولا حاجه تانية. وبنحط حته سكر صغيره عشان نفعل العجينه. انا هقلبها كده وهعمل كل حاجه في نفس الحاجه. ما عنديش وقت او ما عنديش دماغ يعني برضه، يعني اهو حابه اسهل الدنيا على قد ما اقدر على نفسي. هعمل حفره كده اهو، بحب اعمل الحفره دي قوي اهو. تمام كده. نص معلقه صغيره سكر. تمام. عندي دي خميره فوريه، خميره بيره طازه، احلى حاجه في المعجنات يا جماعه بجد. احطها برضو في نفس الحفره. انزل بكوبايه ميه دافيه، معلقتين زيت او معلقه واحده كبيره. دي على فكره على حسب ما انتوا عايزين. انا بقى هوقف واعجن بقى المكونات بايديا. عجنتها عجنه حلوه ازاي، فرحانه بيها قوي. تمام يا جماعه، هحطها دلوقتي، اغطيها بكيس وغطايه وادخلها كده قاعده في مكان دافي لحد ما تخمر. وبراحتكم بقى تخمروها، لا تسيبوها ترتاح وتشتغل، فتشتغلوا براحتكم. تمام، يلا بينا. شكلها حلو. ويلا بينا دلوقتي بقى نعمل الحشو. في طاسه عندي حطيت شويه زيت. دلوقتي بقى هنزل بالبصل مقطعه، كل حاجه قطعوها يعني، لو قادرين تقطعوا اصغر من كده قطعوا. حطيت ملح للبصل. وبصوا هستخدموا اي بصل متوفر عندكم في البيت، ابيض احمر اصفر زي ما يكون عندكم عادي. تمام، ما تصعبوش الامور على نفسكم. بصوا احنا مش بنخلي البصله تاخد لون، بتدبل بس، وبننزل باي بواقي لحمه موجوده في البيت، فراخ اي حاجه. تمام كده، واطي النار قبل ما البصله تاخد لون. دلوقتي بقى هضيف كزبره وكمون وفلفل اسود. المفروض اضيف مرقه خضار، مرقه فوريه، بس ما عنديش، فهضيف مرقه مكعبات وانا فرفتها كده. وهضيف دلوقتي كمان الطماطم مع الفلفل الاخضر واقلب كل ده. هطفي بقى على كل مكوناتي دي، ومش هقعد ولا دقيقه تانية على النار. وبس كده الحشو بتاعنا جاهز. في اسهل من كده يا جماعه؟ يا ريت نقطع كل حاجه حتت صغيره، البصل والفلفل والطماطم والبواقي اللحمه او الفراخ. تمام تمام. بس العجينه خمرت بتاعتي، فهكورها بقى واخليها كور وبعدين احشي عشان اسهل على نفسي. هبتدي اكورها واوريها لكم بعدين ما اكورها. يلا مع بعض. كورتهم يا جماعه حوالي 20 كوره، وركنه 7 كده على جنب. تمام، عشان ايه؟ حاساها العجينه اكتر من الحشوه يعني. تمام. هنعمل ايه؟ واحده عجينه. هبدا باللي انا بدات بيها اصلا من الاول عشان تتفرد معايا بسهوله. هو سهل جدا، مش هتحتاجي شوبك ولا اي حاجه خالص. افردي بقى كويس كده. فردي. هاتي بقى حته حشوه على قد العجينه بتاعتك، نغطيها كده. ناخد حته من دي بقى. انا اسفه هعملكوا واحده تاني عشان كنت بصور بعيد شكلي. ونقفل واحده تانية. تمام، خلي بالي بقى من التصوير. بسم الله. افرد كده بقى بايديكم، افردوا تتفرد معاكم بسهوله خالص 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 اهو. هاخد برضو حته حشو كده، وزي ما اتفقنا احنا بنحشي اي حاجه. تمام، شوف، لحمه فراخ جبنه اي حاجه، اي بواقي عندك يعني اهو كده. ونقفل واقفل اقفلها كلها بالشكل ده كده. تمام، هكمل بقى باقي الكميه بتاعتي دي كلها. اوريكم بقى حشو تاني، مش حشو تاني، هو نفس الحشو بس طريقه تانية للتقفيل. تمام، بنحط في النص كده. تمام، هوريكم كذا حاجه وبراحتكم خالص. تمام، ونروح مقفلين كده كلها، تبقى نقليها كانها كوره. ثواني كده خليكم معايا اهو اهو اهو. واقفلها كلها كويس جدا. تمام،
تاخد شويه دقيق كده عشان ايه وتتقلي كده. بصوا وعلى فكره ممكن نحشيها حاجه حلوه، يعني لو فضلت عجينه زياده انا ممكن احشيها لهم حاجه حلوه. فخلينا نمشي كده ونشوف انا هعمل ايه. الكميه كلها والحشوه خلصت على فكره، ودي اخر واحده انا هحشيها جبنه. تقدروا تحطوا جبنه زيتون او فلفل اخضر او اي حاجه منكهات انتوا حابينها. وهقفلها بقى كده، حاول اخلي شكلها مختلف شويه. فتحتها بالسكينه وهلفها كده عليها. يا جماعه شكلها، ثواني اقفلها بس كويس. ده شكلها، وادي الكميه كلها جاهزه ان احنا نقليها. الفطاير بتاعتنا بقى احنا بنقليها. عايزين تقلوها في زيت قلي الغزير ده الكتير براحتكم، عايزين تعملوا زي وتقلوها كده في زيت ولا هو كتير قوي ولا هو قليل خالص براحتكم، عايزين تقلوها تسووها كده في لسعة فزي ما انتوا عايزين. تمام. النار بقى النار متوسطة، ولا هي عالية قوي ولا هي واطية خالص، بس لو هنسويها في زيت قليل جدا 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 فاحنا هنخلي النار واطية شوية. تمام. دلوقتي بقى بشتغل في ايه لولو؟ في نار متوسطة تسخن كويس، وانزل بقى بالفطاير بتاعتي. اعمل اختبار كده واحط عجينة صغيرة. سخن، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى. تهيألي دلوقتي بعد ما حطيت الكمية بتاعتي بانت لكم كمية الزيت اللي انا بستخدمها. وهنا بقى مجهزة مصفى عشان اطلع فيها، ممكن تطلعوا على مناديل عادي. ادي يا جماعة خمرت وقلبتها من الناحية التانية. وبالنسبة للحجم فدي حاجة ترجع لكم انتوا، عايزينه صغير عايزينه كبير براحتكم. تمام. وفي كل الاحوال هيطلع حلو من ايديكم اكيد ان شاء الله. اهو المدور يا جماعة بحمره في بلادي حطه واحده بس واخلص. تعالوا اوريكم اللي طلعته. طلعت كل ده ما شاء الله. معايا البنات، بنات اخويا وبنات اختي مهندسين حبايب قلبي، خالتهم وعمتهم. ولولو انتي القمر يا حبيبي ماما وناس جنة بصراحه، ربنا يباركها لي يبارك لي فيها، ماسكالي لولو ومساعداني ان انا اعرف اعمل حاجات كتير. يلا يلا يعني بحبك يا جنة. يا لولو يا حبيبه قلب عمتها. ادي يا جماعه الفطاير بتاعتنا بعد ما استوت، وعايزه اقول لكم ان هي هشه وطعمها تحفه بجد. ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي. باي مع السلامه. باي.